نستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فجزاك الله عنا خير الجزاء يا رسول الله. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وطاعته، وأحذركم وإياي من عصيانه ومخالفة أمره. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، كيف يكون المسلم عزيزا؟ يا إخواني، بماذا يعتز المسلم؟ يعتز المسلم بقرآنه، يعتز المسلم بدينه، يعتز المسلم بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يعتز المسلم بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعتز المسلم بنهج تركه لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. مهما ابتغينا العزة بغيره. ما هو غير الإسلام يا عباد الله؟ غير الإسلام أن نحكم بغير الإسلام، غير الإسلام أن نرضى بالديمقراطية، غير الإسلام أن نرضى بالعلمانية، غير الإسلام أن نرضى بأن يحكمنا الكفر والكفار، غير الإسلام أن يقسم حكامنا على دساتير وضعية وضعوها بأيديهم ويغيرونها مع تطورات هذا العصر. أحببت أن أتحدث وإياكم في قصة في كتاب البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله. هذه القصة يا عباد الله يرويها طاووس ابن كيسان. هذا طاووس كان عالما ومولى من الموالي. يقول طاووس: دخلت الحرم ذات يوم وصليت ركعتين عند المقام، وأنا في الصلاة وإذا بالحجاج ابن يوسف الثقفي دخل هو وجيشه وحرسه ومعهم السلاح. قال: ما إن سلمت من صلاتي فعلمت أنه الحجاج. قال: فسمعت الجلبة، أي سمعت صوت السلاح وسمعت صوت حرس الحجاج. قال: فما تزحزحت من مكاني، على الرغم من هذه الوقفة العظيمة وهذه الوقفة المرهبة. كلهم يخافون من الحجاج ومن بعض ظلم الحجاج آنذاك. يقول: وأنا موجود هناك وإذا برجل بدوي دخل، وهذا الرجل لا يعلم أن هذا الحجاج وهؤلاء حرسه
ولم يراهم. يقول طاووس: وإذا بهذا الرجل البدوي يطوف حول الكعبة. قال: وهو يطوف والحجاج جالس في مكانه هو وحرسه، قال: اشتبك ثوب هذا الرجل بحراب موجود جانب الحجاج، وإذا بالحراب يسقط على الحجاج. فوقف الحجاج في هذا المشهد الرهيب، الحجاج تقع عليه حراب من حرابه. فقال الحجاج لهذا البدوي: من أين أنت؟ فقال له الرجل اليمني، قال له: من اليمن. قال: كيف تركتم واليكم على اليمن؟ والحجاج طبعا يقصد أخاه محمد بن يوسف الثقفي، وهو كان ظالما مثل الحجاج، كان والي على اليمن. قال اليمني: تركته بطينا سمينا، يعني يأكل ويتنعم ويتبجح بأموال المسلمين. قال: تركته بطينا سمينا. قال له الحجاج، وانظروا يا إخواني إلى قول كلمة الحق، قال له الحجاج: لا أسألك عن صحته بل أسألك عن سيرته. قال: هنا كلمة الحق يا إخواني، لا يخشى في الله لومة لائم. قال: تركته غشوما ظلوما، يظلم الرعية مثلك في هذا الوقت يا أيها الحجاج. قال كلمة الحق. فقال الحجاج، قال له: أما تعرف أنه أخي وأنا الحجاج؟ لماذا الآن سيجيبه يا عباد الله؟ قال له اليمني: أتظن أنه يعتز بك أكثر من اعتزازي بالله؟ مهما كنت عالما ومهما كنت حاكما ووراءك من الجاه والسلطان والحرس، أتظن أنه يعتز بك أكثر من اعتزازي بالله عز وجل؟ قال له: أنت تمرض. هذا البدوي يخاطب الحجاج، يخاطب هذا الملك. قال له: أنت تمرض وتموت كما يموت الحمار، أجلكم الله. أنت تمرض وتموت كما يموت الحمار، فأنا أتعلق بالذي لا يموت ولا يفتقر ولا يهرم. أنا أتعلق بالله عز وجل، عزتي هي من عزة الله عز وجل. قال الله عز وجل: أيبتغون عندهم العزة؟ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. نعم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، ولكن حكام المسلمين لا يعلمون، لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله. والله عز وجل بماذا يخاطبهم؟ الله الذي يقول يا عباد الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. نعم، العزة تبتغى من الله عز وجل، العزة تكون بالإسلام، لا عزة بالسلطان ولا عزة بالجاه ولا بالحرس ولا عزة بغير الله عز وجل. وقال طاووس يا إخواني في هذا المشهد الذي يروي هذه القصة، قال: فوالله ما بقيت في رأسي شعرة إلا قامت. نعم، من هول هذا المشهد ومن عظيم هذا المشهد، كيف لرجل كهذا الرجل أن يقول مثل هذه الكلمة؟ نعم، قال قولة الحق. قولة الحق تقال، وقولة الحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الجهاد. قال: أعظم الجهاد رجل قام إلى إمام جائر أمره فنهاه فقتله.
هذا سيد الشهداء الذي يحشر مع سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه وأرضاه. وقصة أخرى يا عباد الله للذي يعتز بالله عز وجل ولا يبتغي إلا العزة من الإسلام. يقول ابن عبد الهادي في الكواكب الدرية قال: ذهب ابن تيمية رحمه الله إلى الإسكندرية، فلما نزل في الشارع واجتمع أهل مصر من المبتدعة وغلاة الصوفية يريدون قتل ابن تيمية، فقال له أحد تلاميذه: يا ابن تيمية، رويدا يريدون قتلك، رويدا يريدون قتلك. فماذا أجابه ابن تيمية؟ تبسم ابن تيمية وقال: يريدون قتلي. قال: نعم. قال: والله ما هم إلا كالذباب. ونفق في يده هكذا، يعني وكأنه وضع بعض الورق على كفه ونفق فطار الورق في الهواء، لأنه يعتز بالله عز وجل ولأنه لا يبتغي إلا العزة من الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم من المعتزين بالله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. فيا بلد المستقيمين استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على نبينا المصطفى صلى الله